ناصر بوريطة يخرج بتصريح عاجل عن إرسال دبابات مغربية إلى أوكرانيا. نفى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن تكون المملكة المغربية قد منحت دبابات لأوكرانيا في مواجهة روسيا. وأكد ناصر بوريطة في ندوة صحفية جمعته بنظره النمساوي يوم الثلاثاء أن المغرب ليس طرفا في هذا النزاع المسلح لم ولن يشارك فيه بأي شكل من الأشكال. وشدد ناصر بوريطة على أن المغرب لن يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع، مشيرا إلى أن المملكة المغربية تتعامل مع هذه القضية كأنها قضية تؤثر في الأمن والسلم الدوليين ولديها آثار مهمة واقتصادية واجتماعية. وذكر ناصر بوريطة أن القضية حينما تمس بمبادئ القانون الدولي والأمم المتحدة فإن المغرب بصفته عضو في المجموعة الدولية يعبر بشكل واضح عن موقفه عبر التصويت الإيجابية كما وقع الخميس الماضي حينما صوت المغرب على قرار مرجعيته تعود للأمم المتحدة وقرارات القانون الدولي والشرعية الدولية. نشكركم على حسن المتابعة. تقرير أمريكي عن ثروة كبيرة في المغرب. ذكر تقرير حديث لجلوبال إنرجي مونيتور المنظمة الأمريكية غير الحكومية التي تهتم بأوضاع الغاز والنفط في جميع أنحاء العالم أن نيجيريا ومصر وليبيا والجزائر التي تمتلك تاريخيا معظم احتياطات الغاز وإنتاجه المؤكد قد تتجاوزها عدة دول أخرى. وتوضح المنظمة ذاتها أن بيانات الرصد تظهر أن 84% من الاحتياطات النامية الجديدة تقع في عدد من الدول من ضمنها موزمبيق والسنغال وتنزانيا وموريتانيا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والمغرب. وكشفت المنظمة غير الحكومية أن احتياطي المغرب الحالي يبلغ نحو 39 مليار متر مكعب من الغاز، فيما تمتلك موريتانيا 574 مليار متر مكعب يأتي جزء منها من الاحتياطات المشتركة مع السنغال والتي تقدر بنحو 566 مليار متر مكعب. نشكركم على حسن المتابعة. ماكرون يقول لا شيء بيننا، نحن على ما يرام مع المغرب، لكن المغرب يصفح حكومة ماكرون. لا شيء بيننا، كل شيء على ما يرام، المغرب يصفح حكومة ماكرون. وفي التفاصيل، شهدت العلاقات المغربية الفرنسية مؤخرا توترا شديدا في أعقاب تفجر مجموعة من القضايا لعل أولها قضية بيغاسوس التي وجهت بسببها اتهامات للمغرب بالتجسس، وآخرها تصويت برلمان الاتحاد الأوروبي في 19 يناير المنصرم على قرار يدين المغرب من بوابة حقوق الإنسان وحرية التعبير. رغم ذلك قال إيمانويل ماكرون يوم 27 فبراير الأخير في قصر الإليزيه في الندوة الصحفية التي أعقبت خطابه حول العلاقات الفرنسية الإفريقية إن العلاقات مع الملك محمد السادس كانت ودية وستبقى ودية. وشدد الرئيس الفرنسي على أن العلاقة مع محمد السادس ودية رغم أنه اعترف خلال الندوة ذاتها بوجود مشاكل بين البلدين. لكن هذا التشديد من ماكرون على أن الأمور على ما يرام لم يكن مقنعا بالنسبة إلى السلطات المغربية وفق ما أفادت به مجلة جون أفريك التي نقلت عن مصدر مسؤول في الحكومة المغربية خلاف ذلك. ونقلت المجلة عن المصدر الحكومي المغربي قوله إنه لا علاقة بين الحكومتين ولا بين ماكرون والمحمد السادس جيدة. وتابعت المجلة ذاتها نقلا عن المسؤول المغربي أن الموضوعين الذي ذكرهما ماكرون كمصادر للتوتر ليس سوى توضيح للوضع القائم إذا تعمد إخفاء نقاط التوتر الأخرى. وعدد المسؤول ذاته وفق جون أفريك مشكل حد تعسف للتأشيرات والحملة الإعلامية والمضايقات القضائية التي يتعرض لها المغاربة مؤخرا في فرنسا. وتابع المصدر ذاته نقلا عن المسؤول المغربي دائما أن مشاركة وسائل الإعلام وبعض الدوائر الفرنسية في قضية بيغاسوس والترويج لها لا يمكن أن يتم دون تدخل السلطات الفرنسية، كما لم يمكن أن يمر تصويت البرلمان الأوروبي دون التعبئة الناشطة للمجموعة التي تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية والتي يترأسها ستيفان سيجورني. وأبرز المسؤول نفسه أن روابط هذه المجموعة بالرئاسة الفرنسية معروفة، مشددا على أن هاتين الحالتين بالنسبة إليه في نظر السلطات المغربية هي جزء من هجوم يهدف إلى كسب النفوذ على المغرب واحتواء خيارات سياسته داخليا وخارجيا. نشكركم على حسن المتابعة. عصابة تهاجم بالسيوف مسؤولا كبيرا بالقصر الملكي. وقع مسؤول بالقصر الملكي ضحية عصابة تطع على طريق السيار المار من منطقة هلاوين بالبيضاء بعد رشق سيارته الفارهة رباعية الدفع بالحجارة، ما أجبره على التوقف ليفاجأ بجانحين يسلبونه هاتفه المحمول تحت التهديد بالسلاح الأبيض
ويفرون صوب وجهة مجهولة. واستنفرت الواقعة مصالح الدرك الملكية إذ تم تجنيد فرق أمنية تحت إشراف قائد سرية عين السبع بالبيضاء قامت بدوريات على طول طريق السيار على مدار ساعة. كما شن بعضها حملات أمنية بالعديد من الأحياء العشوائية بالهراويين أسفرت عن إيقاف 6 من أفراد العصابة وإرجاع مسروقات الضحايا من بينها الهاتف المحمول الخاص بالمسؤول الكبير. وأفادت مصادر الصباح أن أفراد العصابة الذين ينحدرون من أحياء عشوائية مجاورة لطريق السيار بالهراويين وتجزئة الفضل تسببوا في هلع كبيرة لمستعملي الطريق، إذ كان بعضهم يتولى رشق السيارات بالحجارة من أعلى القنطرة لإجبار سائقها على التوقف، في حين يتكلف الباقون بسلبهم هواتفهم وممتلكاتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض. نشكركم على حسن المتابعة. ناصر بوريطة يكشف موقف المغرب للنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة أن المغرب ليس طرفا في النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا ولم يساهم بأي شكل من الأشكال في هذا النزاع. وأوضح ناصر بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع نائب الوزير النمساوي الفيدرالية للشؤون الخارجية الأوروبية والدولية بيتر لونسكي عقب مباحثات اليوم الثلاثاء بالرباط أن المغرب باعتباره عضوا في المجموعة الدولية يتعامل مع هذا النزاع كقضية تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولها آثار مهمة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وشدد الوزير على أن موقف المغرب للنزاع الروسي الأوكراني يقوم على مبادئ الحفاظ على سيادة الدول وعدم المس بالوحدة الترابية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتشبث بحل النزاعات بالطرق السلمية ودعم سياسة جوار بناءة واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق يقول الوزير في كل مرة يكون هناك تصويت داخل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة كان المغرب دائما يغيب عن التصويت باستثناء عندما يكون القرار يهم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ومن منطلق المبادئ الأربعة التي يدافع عليها. وأضاف أن المغرب دائما ما يصوت بالإيجاب في هذه القرارات بحكم أنها قرارات مرتبطة بالحفاظ على الوحدة الترابية للدول واعتماد طرق سلمية لتسوية النزاعات وتتطابق مع الشرعية الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة. وجدد التأكيد على أن المغرب يعبر بشكل واضح عن موقفه من خلال تصويت إيجابي عندما يتعلق الأمر بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وهذا ما حصل مؤخرا عندما صوت المغرب على قرار ينسجم مع مرجعيته والتي هي ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية. نشكركم على حسن المتابعة.